مبروك لكل الزملكاويه، نادي الزمالك بطلا للكونفدراليه. قبل ما اقول انه نادي الزمالك بطل، احنا عندنا بطل تاني لازم نتكلم عليه ولازم نديله حقه، الا وهو ياسين البحيري. هتقولي اللي عمله ياسين مع دونجا امبارح ده شيء عادي مش ما يستاهلش كل الضجه دي. هقول لك لا، ثانيه واحده حضرتك، لو ما تعرفش نعرفك انه في مديرين فنيين وفي لاعبين التكنيك بتاعهم والتجهيزات اللي قبل الماتش بيبقى عباره ان ازاي ننزل نكسح اللعيب، بيدرسوها وبيخططوها ان فلان الفلاني لما هينزل هيأثر علينا بنسبة 80%. طب نخلص منه ازاي؟ ما تيجي نكسحه، تعالى نعمل له اصابة بسيطة كده لو هناخد عليها انذار حتى مش مشكلة، المهم هو هيطلع هيتبدل لنا، هيدينا مساحة نتنفس في الملعب او نلحق نخطف لنا جول ولا اتنين. بتتحط دراسة ازاي ينزلوا يكسحوا اللعيب، فيجي ياسين البحيري ويكتسح كل دوت ويلغوا كل ده ويعرفنا كلنا ويدينا درس، ولو كأنه درس قاسي شويه الحقيقه، الا وهو ان الاخلاق اولا قبل ما تكون في رياضه لازم نركز في اخلاقنا وديننا اللي للاسف نسيناه بسبب الملاعب وبسبب المباريات وبسبب كره القدم. نسينا يعني ايه اخلاق. نحفل على بعض اوكي، نتريق على بعض يجوز مش مشكله عادي ما دام هي في حدود الهزار وليس الاهانه. ويجي ياسين البحيري يقول لنا لا ما تعدوش الخط عن كده بقى. دونجا لو كان وقع وياسين كان سابه، لان في بعض اللاعبين لو كان حصل نفس اللي حصل مع ياسين البحيري ودونجا ده كانوا سابوا دونجا يقع، ودي حقيقه انا بقولها مؤكده مليار في الميه وشفناها في الملاعب. ياسين البحيري لو كان ساب دونجا وقع، بعيدا عن ان دونجا كان وارد جدا مسيرته الكرويه تنتهي، سواء بقى اقل واجب كان ممكن يحصل له ان هو يحصل له ارتجاج في المخ، ده اقل حاجه. نيجي بعد كده للتالي الا وهو كان ممكن يحصل له وفاه. دونجا كان ممكن يموت على فكره من الحركه دي، ولكن ياسين البحيري ينسى انه هو في النهائي، وينسى ان البطوله ممكن تضيع منه، وينسى انه يركز في مباريات ويسيب اللاعب ويعمل زي اللاعيبه دي ويقول لك لا انا عندي انقذ حياه لاعب وتغور البطوله هيجي غيرها مش مشكله. درس قاسي جدا من ياسين البحيري. انا كنت من الناس اللي تتمنى انه بجانب حمزه المسلوسي ما نكرمه كرجل المباراه، نكرم رجل المباراه الشرفي الا وهو ياسين البحيري، بسبب الدرس اللي اداه مش بس الوطن العربي، ده العالم كله، هيعلم علينا كلنا والله العظيم. اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك، احنا لسه فيها، ننزل بيان شكر واجب لياسين البحيري على حسن التربيه وحسن الاخلاق، والله العظيم علمنا كلنا درس كبير. نيجي بقى للبطل الثاني الا وهو جمهور نادي الزمالك. انا عايزاكم تبصوا معايا على الصورتين دول، بص معايا على الصورتين دول وقول لي انت شايف ايه. بص معايا على الصورتين دول وشوف مين هم اللي جابوا البطوله. الناس دي جماهير نادي الزمالك بتدي درس للعالم كله، وبتدي درس لجماهير اي فرق اخرى. وهات لي اي صوره لجماهير تانية وقارنها لي بالصور دي، ودي اقل صور انا ممكن اعرضها للمباراه او اي مباراه نادي الزمالك بيحضرها. جماهير نادي الزمالك بتيجي لو المباراه الساعه 12 بالليل 10 8 بيجوا لك من الصبح، من اول ما الاستاد يقول البوابات اتفتحت بيدخلوا بيجهزوا، وده بيبقى شكلهم. لا يهمهم رطوبه، لا يهمهم حر. جماهير بتيجي من كل حته في مصر، بيجوا لك من اسوان، بيجوا لك من الصعيد، بيجوا لك من البحيره، بيجوا لك من اسكندريه، بيجوا لك منين ما يجوا لك، بيجوا لك منين ما يجوا لك. بيدفعوا تذاكر، ما بيبقاش كمان معاهم تذاكر، وما بيبقاش كمان معاهم دعوات، وبيجوا يقفوا على الاستاد بيحاربوا علشان يدخلوا الاستاد. بيحاربوا عشان يدخلوا الاستاد دول عشان يتدلعوا؟ لا، علشان عارفين ان صوتهم هيجيب الفوز، زي ما صوتهم امبارح كده جاب الفوز. جماهير نادي الزمالك دول هم اللي يستحقوا يكرموا. جماهير نادي الزمالك دول هم اللي يتضرب بيهم المثل. جماهير نادي الزمالك دول لو احنا فضلنا نتكلم عليهم من هنا سنه قدام مش هنوفيهم حقهم. جماهير نادي الزمالك مش هم اللي بتشوفهم على السوشيال ميديا، عشان بس نكون واضحين. اللي بتشوفه على السوشيال ميديا ده جمهور، ولكن الجمهور الحقيقي اللي صوته ده هو اللي بيجيب لك الفوز، اللي صوته ده هو اللي بيعلم وبيجيب الحقوق، هو اللي بيروح الاستاد. جمهور انواع، الجمهور درجات. في جمهور لنادي الزمالك ولكن اشخاص فقط وليس نادي الزمالك. هو مش بيحب نادي الزمالك، هو بتاع اشخاص، مصلحتي مع الشخص الفلاني هعمل نفسي زملكاوي. في مليون نوع لجمهور نادي الزمالك، ولكن يبقى الجمهور الحقيقي اللي انت شايفه ده، اللي انت شايفه مرمي ده، هو ده اللي بيعلمنا يعني ايه نحب الزمالك. هو ده اللي بيدفع فلوس من مصروفه علشان خاطر يروح يقف على الاستاد، مش عشان يتدلع، علشان يصوت ويجيب الفوز للعيبه، علشان يشجع اللعيبه ويخليهم يفهموا يعني ايه بطوله، لان بعض اللاعبين اكيد مش عارفين يعني ايه بطوله. يقول لك جت ما جاتش. هو ده اللي همه،
هو ده اللي همه، هو ده اللي بنشوفه في الاستاد. لو احنا كسوشيال ميديا في بعض الجماهير بتعتبرنا ان احنا بنطلع في التلفزيون وبنطلع هنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وبنطلع نتكلم وبيعتبرونا صوتهم اللي واصل لمجلس الاداره، فحقيقي انت غلطان، لان انت يلي بتروح الاستاد انت الجمهور الحقيقي اللي احنا بنتعلم منك، انت صوتك اللي بيوصل الرساله للاعيبه، فاللاعيبه بتبدا تنفذ، انت اللي بتضغط على اللعيب فاللاعب بيبدا ينفذ، فاللاعب بيجيب لك انت البطوله، فانت اللي تستحق الشكر وتستحق نقول لك ان احنا بنتعلم منك كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، احنا اللي بنتعلم منك يعني ايه نكون جمهور زمالك ويعني ايه نحب نادي الزمالك. نيجي بقى للجزء اللي كلكم عايزين تسمعوه، هل خلاص كده خدنا البطوله وهناخد 2 مليون دولار؟ طب ادينا في المفيد، هل هنفك القيد ان شاء الله ولا لا؟ عايز اقول لك ان بنسبه 100% ان شاء الله باذن واحد احد انه هنسمع خبر قريب جدا ان القيد تمام والغرامه اتدفعت. طبعا احنا كل يوم يطلع لنا غرامه، يعني الله يكون في عون عمرو الادهم، انا بتخيل شكله وهو قاعد كده كل شويه يجي له تليفون يتقال له عليك مليون دولار، عليك 2 مليون، عليك كام مليون بس باليورو بقى المره دي، عليك مش عارف ايه بس بالين الياباني. الراجل ده بيسمع كميه عملات اجنبيه احنا ما نعرفش عنها حاجه، الجديد كله عند عمرو الادهم، ففي كميه ديون على النادي مش طبيعيه. تخيل يا مؤمن لو احنا كان الفلوس دي كلها اللي بتجيلنا من البطولات واللي بتجيبنا من التدعيمات رجال الاعمال الزملكاويه، لو ما كانش علينا ديون كنا عملنا بيها ايه؟ كنا عملنا بيها تدعيمات بنت لذينه، كنا خلينا من نادي الزمالك دوت حته ثانيه خالص، كنا استفدنا بيها ووظفناها في المكان الحقيقي، ولكن يشاء القدر ان احنا علينا فلوس، خلاص علينا ديون، هنعمل ايه بقى؟ طب معنى كلامك ده انه احنا هناخد الفلوس عشان نسدد الغرامه وهنكتفي باللعيبه اللي معانا وهنكتفي بيهم وخلاص بقى، والموسم اللي جاي اللعيبه دي معانا ومش هنعمل تدعيمات؟ عايز اقول لك انه لا، مجلس اداره نادي الزمالك بيعمل اقصى ما في وسعه علشان عارف كويس جدا ان مفيش حاجه اسمها كده، هيعمل تدعيمات يعني هيعمل تدعيمات. فخلوني اقول لكم انه المصادر موثوق فيها، انه الكلمه اللي سمعتها بودني واشهد عليها قدام ربنا انه اتقال لي بالحرف، مفيش حاجه اسمها مش هنفك القيد ومفيش حاجه اسمها مش هنعمل تدعيمات. اذا مجلس اداره نادي الزمالك ان شاء الله الفتره القادمه هيبقى فيه بشرى كبيره لنادي الزمالك انه هيتفك القيد وهيحصل لنادي الزمالك والفريق كره القدم وفرق في كل الالعاب ان شاء الله باذن واحد احد هيحصل تدعيمات. مع عمرو الادهم امبارح كانت علشان الحمد لله هنسدد الديون، الحمد لله هنفك القيد. وعلى فكره عايزه اقول انه بعض الاهلاويه برضو كانوا فرحانين لنا، يعني انا عن نفسي واحنا ماشيين بالعربيه ورافعين العلم كنت بشوف ناس اهلاويه كانوا بيقولوا مبروك ليكم ومبروك ليكم. الحقيقه شكرا، في كل مكان في الحلو والوحش، احنا عندنا الحلو والوحش وانتوا عندك الحلو والوحش وهم عندهم الحلو والوحش، اكيد برضو في الاهلي في حلو وفي وحش. مجلس اداره النادي الاهلي نزل بيان امبارح بيبارك فيه لنادي الزمالك، لفته جميله لفته طيبه لعلها تكون البدايه. بعض من جماهير النادي الاهلي كتبوا لنا مبروك ليكم ونشوفكم في السوبر الافريقي، احنا كمان بنقول لكم ان شاء الله نشوفكم في السوبر الافريقي وان شاء الله نبارك لكم انتوا كمان. لو في روح طيبه نتمناها يا جماعه، نتمناها، احنا ناس مش بنحب نمد ايدينا بالشر، مديلي ايدك بالخير وانا همديلي ايدك بايدي بالخير، احنا مش جوانا شر ابدا، احنا جوانا لون ابيض. شكرا جدا جماهير نادي الزمالك يا بطل الكونفدراليه، اشوفكم في الفيديو الجاي.